ما هو الفرق بين جنغو بريطانيا وجنغو فرنسا؟ لو انت من فرنسا اتخارج يا مان، الكلام ده ما من صالحك. God have mercy upon us. لو انت من بريطانيا استكيل ودق كوبايتك يا مان عشان تستمع. جنغو بريطانيا تمام. بريطانيا يعني الجنغل في بريطانيا 80% موفقين، ومجرد ما تخش بريطانيا، بالمناسبة بريطانيا نسبة العطالة فيها زي 20% بس، ما عندها عطالة. لأن الجنغل في بريطانيا أنت غصبا عنك حتشتغل. لو أنت في بريطانيا أصلا ما فيها عطال كتير، غصبا عنك أنت حتشتغل لو أنت في بريطانيا. كويس؟ دي الحاجة الأولى. والحاجة الثانية في بريطانيا بتتوفق سريع، بتاخد ورق سريع، الإقامة بتجيب يعني. وبعدين في بريطانيا ناس بريطانيا كويس عارفين انك انت كسوداني كويس مغيم بالنسبه لهم، لانه الاستعمار اللي كان في السودان كان استعمار بريطاني. كويس مغيمين انك انت كسوداني في بريطانيا هناك. كويس يعني بتلقى تدرس، تاخذ راحتك في التدريس. كويس تعمل حاجات كثيره، ده انت في بريطانيا. كويس. وبعدين في بريطانيا المعاكسات ما بتكون كثيره، معاكسات في بريطانيا ما في كثير. كويس المعاكسات يعني حاجه كده بسيطه كده بس، فهمت؟ والحاجه السمحه انك انت في بريطانيا كويس لو ما اشتغلت ما هتقدر تعيش اصلا، يعني العيشه صعبه. كويس قروش الكبه حقتهم دي بتعمل لك اي حاجه في بريطانيا، انت فاهم كلامي؟ في بريطانيا ما بدوك قروش كبه كثيره، بدوك حاجه بسيطه، حاجه بسيطه عشان انت تشتغل اصلا. كويس دي بريطانيا. وبعدين انت في بريطانيا بتكون مغيم لانه انت كسوداني كويس عندك هناك الاستعمار البريطاني السوداني اداك حقك انت كسوداني، انت هتستفيد. كويس لانه انت عندك حق، عندك حق عندهم ذاته، لازم انت تاخذ ذاته اصلا يعني، دي شيء من حقك، عشان كده هم بيحترموك. فرنسا، فرنسا البيض. شوف لو امك داعيه لك اول تمشي فرنسا. والله صحيح. الجوزة الفرنسية وي وي، الجوزة الفرنسية وي وي، متر اتنين وي وي وي، متر اتنين وي وي وي، شارع القار وي وي وي، شارع الغابة وي وي وي، غابة كالي وي وي وي. والله صحيح، لأنه فرنسا البيض. أديك أقرب مثل، في السودان هنا لما تلقى لك محلة فاشلة ما نافعة كويس، سكر وطعار ومين ومين طوالب، بقول لها شنو؟ بقول لها فرنسا يا مان. لانه شنو؟ لانه عارفين نحن محل الفوضى دي في فرنسا اصلا، يعني الشيء ده ما جديد. هسه امشي في اي محل في السودان تلقى محل كعبه كده بقول لك فرنسا، بقول لك فرنسا. يعني الشيء ده ما جبناه من هنا من عندنا يا اخواننا، هو دي انتوا اصلا كده، فهمت كلامي؟ اول حاجه مجرد ما تجي تخش فرنسا توفيق ما في، اقامه صعبه، امورك جايطه، تاكل من الكوشه، تنوم في الكوبري. كويس تطارد ناس المنظمات. ده من جد خشيت انت بريطانيا، ده من جد خشيت انت فرنسا اصلا. ده بس ده في الدخول، ده الدخول، ده مقابله كده، فهمت كلامي؟ دي المقابله، الحاجات دي كلها هتلاقيك. ده غير انه بعد ما تب قعدوك وبصموك وادوك ورق، بفتحوا لك متر اتنين، بفتحوا لك العجائز الفرنسيين، دق الجلد الناشف ده. حقيقه طبعا يا اخوانا، بفتحوا لك العجائز الفرنسيين، يعني انت تتزوج فرنسيه امورك لوز 100 100 فل، ما في اي حاجه. كويس اصلا ما بيفتحوا لك حاجه انت تستفيد منها اصلا، ده في فرنسا. لو رضيت ولا ما رضيت والله ده الموضوع كده اصلا يعني. هسه تجيب لي اي زول من فرنسا خليه يقول لي الكلام ده نو ما صح. صح حقيقه صح، وانا بغالطك 70% الكلام ده صح، ما هتقدر تنقل. جيب لي زول من فرنسا لحد الان، انا بديك ناس قاعدين في فرنسا بتشوفهم انت اجعص ناس لحد الليله ما مسقوا ورق، ما عملوا اي حاجه، لسه قاعدين على كده، ما في توفيق، انت فاهم كلامي؟ سكر. فرنسا، فرنسا انت لما يقول لك فرنسا معناها شنو؟ بلد الفوضى يا مان، بلد الفوضى. عشان كده يا عزيزي الجنقاوي، بالذات انت يا جنقو ليبيا، انتوا قاعدين في ليبيا، انتوا هناك دايرين تمشوا ودايرين تتوفقوا، لازم تمشوا بريطانيا.
لو مشيت فرنسا والله يا حبيبي انت هتجي تقعد وتنتظرنا ان احنا نجي نصنقر في الكرسي ده عشان نجلدك ليل ونهار. والكلام ده حقيقه طبعا. اسال جنجو فرنسا خليه يقول لك لا الكلام ده كذب، لا الكلام ده حقيقه بالمناسبه، ما جبنا حاجه من عندنا، الموضوع ده حاصل. فرنسا الزور كان تكوري ولا ما تكوري؟ وبالمناسبه توفيق في فرنسا ما هتلقى. انا بخالتك توفيق في فرنسا كده، يعني انت عارف في فرنسا زي 10% اللي استفادوا، ال 90% ديل قاعدين هبت اللي ساكت برا، داقين برا، داقين الجلد الفرنسي. الصف انت لو امك دعت لك ما تمشي فرنسا، ده لو امك دعت لك اصلا ما تمشي فرنسا، امورك بتجود والله.